السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أحكام التجويد هي أحكام الميم الساكنة. أحكام الميم الساكنة أولا هي الإدغام، ثانيا الإخفاء، ثالثا الإظهار. قال الشاعر الناظم رحمه الله تعالى: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لين لذي الحجا، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. الميم الساكنة هي الخالية من الحركة أو هي التي لا حركة لها، مثل لهم، عليهم، أمثالكم، تمسون. ليحذر القارئ من إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها واو أو فاء، نحو أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون، هم فيها، وذلك لاتحاد مخرج الميم مع الواو وقربه من الفاء. علامة إظهار الميم الساكنة في ضبط المصحف وضع رأس الخاء من غير نقطة فوق الميم، نحو هم فيها، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علامة إدغام الميم الساكنة في ضبط المصحف تجريدها من السكون وتشديد الحرف التالي، نحو لكم ما لهم من الله. الحكم الأول للميم الساكنة هو الإدغام. تدغم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الميم مع تطويل الغنة أكمل ما تكون، نحو لكم ما لهم من الله، هنا الإدغام. الحكم الثاني للميم الساكنة وهو الإخفاء. تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء، نحو ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. شكل الشفتين عند نطق الميم المخفاة كالشكل المبين تظهر في الصورة. تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، نحو هم فيها، أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا حكم الإظهار. الميم الساكنة لديها إخفاء شفوي إذا جاء بعدها حرف الباء، وهم بالآخرة إدغام شفوي إذا جاء بعدها حرف الميم، لهم مغفرة إظهار شفوي إذا جاء بعدها بقية الحروف، مثلهم كمثلي.